التاريخ 24/10/2018 وصلنا خبر من أحد المواطنين في قرية الأميرية عن وجود حدايد أو ألغام إلى آخره في بستانه. توجهت مباشرة أنا وباقي الأخوة، فكينا هالألغام اللي شايفينها أنتم كلها كانت موصولة ببعضها. الله وفقنا نفكها بس رسالتنا هي لكلاب الحزب إن يا خنازير هذا المدني ليش تحطوا له ألغام بأرضه؟ إيش السبب؟ إيش مساوي لكم المدني؟ أنتوا عداكم مع المدني يا خنازير، عداكم مع المدني. هاي كمية الألغام اللي كانت موجودة هي بتكفي لتفجير نص ضيعة، بتنزل نص ضيعة. بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الله ستر وما صار الشيء هذا. ألف نعمة الشكر. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك أخ أبو أصلان، جزاك الخير، يعطيكم العافية، يكتب أجرك. اليوم وأثناء تواجدنا بالضيعة العمل يعني بالمعبطلي وما حولها مساعدة المدنيين، جتنا شكوى عن وجود لغم بالمنطقة هون، عن وجود آلة حديدية. بعد ما استكشفنا الوضع تبينا إن لغم لغمين هن بصراحة وموجهين، في لهم أنتيل، في لهم كل شيء. هذا وين؟ بأرض مدني، يعني لو قطعة عسكرية ملغمينها كان نص مصيبة، لو أي شيء كان نص مصيبة، بس أرض مدني جاي يفلح زيتون وتنفجر فيه اللغم. انتوا بتعرفوا انتوا ان عدد العالم اللي ماتوا بالألغام، المدنيين اللي ماتوا بالألغام أكثر من عدد اللي ماتوا بتحرير عفرين. تعرفوا ليش؟ لأن هدول الخنازير همهم هو قتل المدنيين، همهم أذى المدنيين. رسالة للبككي يا خنازير، ما دام انتوا عم تساووا حالكم وحدات حماية الشعب بدكم تحموا الشعب، تمام؟ ليش عم تزرعوا ألغام بأراضي المدنيين؟ مشان يموتوا يعني؟ مشان تهجروهم؟ مشان ايش؟ طبعا الحادثة هي صارت اليوم يوم الأربعاء تاريخ 24/10.